السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا وبعتذر لكم جدا على الغياب الطويل ده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. ربنا يتقبل منا صالح الأعمال يا رب، ويتقبل منا صيامنا وصلاتنا وذكرنا، ويجعلنا من المغفور لهم في رمضان، اللهم امين. راجعه لكم النهارده بوصفه كده سهله وسريعه وبسيطه، حاجه كده ايه، خفيفه وعلى قد الايد طبعا. طبعا كلنا عارفين طبعا الظروف اللي بنمر بيها كلنا الفتره دي، فلازم نعمل حاجات تتماشى مع كل الناس. عامله لكم بقى وصفه ايه النهارده؟ جايبه شويه اجنحه بتاعت فراخ، وهعملها لكم بطريقه حلوه قوي. جبت بصلايه وطماطمايه حطيتهم في الخلاط، حطيت معاهم ملح وفلفل، جوز الطيب، جنزبيل، قرفه، وبصل بودر، وهطحنهم كده في الخلاط مع شويه ميه وشويه من الخل، بسيطه جدا يعني ربع كوبايه من الخل. هضربهم في الخلاط بقى، ومعاهم حته فلفل كوبي، وهنشوف هنعمل ايه بالاجنحه والحاجات دي. هنعمل صينيه بطاطس تحفه، طعمها زي العسل وموفره وعلى قد الايد، حاجه كده على قدنا، وسهلة وسريعة وبسيطة. طبعا انتوا وحشتوني جدا الفترة اللي فاتت. مستنية دعمكم ليا، ومستنية تعليقاتكم، ومستنية متابعيني ان هم يخشوا طبعا يتفرجوا على الفيديو ويقولوا لي رأيهم فيه ايه. ان شاء الله بقى نستمر تاني مع بعض، وما يكونش فيه غياب تاني ابدا باذن الله. بعد بقى ما حطيت الخلطة دي في الخلاط وضربتها كويس جدا، هنزل بيها على الاجنحة او الفراخ اللي معايا. لو انت عندك فراخ ممكن تعمليها بالفراخ طبعا. هحطها كده زي ما انتوا شايفين، وهتبل بيها الحاجة دي واسيبها بقى في التتبيلة دي شوية. سيبيها ساعة، اتنين، ليلة كاملة براحتك جدا. هجيب بصلتين كده، وطماطمتين، وقرن فلفل، مع البطاطس بتاعتي. هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين دواير رفيعة خالص، وابدا اجهز صينيه البطاطس بتاعتي. زي ما قلت لكم ممكن اعمل الوصفه بالهياكل او بالاجنحه بتاعه الفراخ، وممكن اعملها بفراخ. اللي موجود ومتوفر عندك تقدري تعمليه طبعا. هحط كده زي ما انتوا شايفين الفلفل والبصل والطماطم، مقطعاهم شرايح رفيعه جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا احضر صينيه البطاطس بتاعتي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اقول لكم تاني الخلطه اللي انا حطيتها في الخلاط: بصل، بصلايه وطماطمايه، ومعلقتين من الخل، معلقه من السكر، وهحط معاهم ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، قرفه، جنزبيل، وبصل بودر. وهضربهم كويس جدا في الخلاط، وهنزل بيهم على الفراخ بتاعتي، وهسيبهم في التتبيله دي. ممكن اسيبهم ليله كامله، ممكن اسيبهم ساعه او ساعتين، بس حسب الوقت المتوفر عندك. هبدأ بقى اقطع طماطم وبصل وفلفل وبطاطس شرايح رفيعة، وهجهزهم في صينية كده عشان ادخلهم الفرن مع الفراخ. التتبيلة دي تتبيلة مشاوي حلوة قوي، تقدري تعمليها للفراخ المشوية، بتدي طعم تحفة. ممكن تحطي كمان معاها لو هتعمليها مشوية علبة زبادي. لو هتشوي الحاجات دي حطي معاهم علبة زبادي. انا النهارده مش هشويهم، انا هحط التتبيله دي على الفراخ، وهحطها على صينيه بطاطس، وهدخلها الفرن. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هخرط بقى البطاطس كمان شرايح رفيعه، وابدا اجهزها ان هي تخش الفرن على طول. طبعا عايزاكم تسامحوني على التأخير الفترة اللي فاتت، غصب عني. وان شاء الله مش هيكون في تأخير تاني بإذن الله. هستمر معاكم. هنعمل وصفات سهلة وسريعة وعلى قد الإيد. هنعمل وصفات موفرة، وهنعمل حاجات حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده، بحضر صينية بطاطس سهلة وسريعة وخفيفة. وهعمل اكله موفره النهارده. هعمل ايه كمان جنب صينيه البطاطس دي؟ انا بصراحه كان نفسي بقى في الرز المعمر، وقلت لازم اعمل كده طاجن رز معمر فلاحي على اصوله، واوريكم طريقته بتتعمل ازاي. وهدخل الصينيتين مع بعض الفرن. وهتبقى اكله زي ما انتم شايفين كده موفره وسهله وسريعه ولذيذه. ويوم كده تقدري تعمليه فطار طبعا في رمضان، وتقدري تعمليه في الايام العاديه. هي اكله سهله زي ما انتم شايفين كده.
هقطع البطاطس بتاعتي كلها، وهبدأ بقى احط البطاطس على الخلطة بتاعة الطماطم والفلفل دي، وهحط معاهم شوية من البهارات. هحط عليهم ايه بهارات؟ هحط عليهم رشة من الملح والفلفل الاسمر، وهنشوف هنحط ايه تاني. اهم حاجة ان انا اغسل البطاطس بتاعتي كده غسلة كويسة، وانزل بيها على الطماطم والبصل والفلفل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. غسلت البطاطس بتاعتي كويس جدا، وهبدأ انزل بيها في الصينية مع الطماطم والبصل. انا ممكن ارصها رصة متساوية، وممكن احطها زي ما انتم شايفين كده واقلبها في بعضها وخلاص. انا المرة دي هحطها كده زي ما هي، وهحط عليها زي ما انتم شايفين كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر، وهبدأ بقى ايه اقلبها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص صينية البطاطس تعتبر جاهزة. هبدأ بقى انزل بالتتبيلة بتاعت الفراخ، والفراخ بتاعتي على الوش كده، وهحط لها معلقة من السمنة وادخلها الفرن على طول. بكده اول حاجة معايا النهاردة او اول وصفة معايا النهاردة خلصت، وهي وصفة صينية البطاطس بالفراخ بتتبيلة المشوي اللذيذة. زي ما انتوا شايفين كده بقى هبدأ ارص الفراخ بتاعتي على وش الصينية، وهحط لها معلقة من السمنة، وهدخلها الفرن. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا عارفين ان رمضان مش شهر اكل وشرب وعزومات وبس، لا، رمضان المفروض ان هو شهر عبادة وطاعة، شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار. ادعوا كتير قوي بالذات في الليالي دي. طبعا احنا مستنيين ليلة القدر، وهي بتكون في العشر الاواخر من رمضان. ادعوا كتير واستغفروا كتير وتوبوا لربنا كتير، ان شاء الله ربنا يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويتقبل منا صالح اعمالنا يا رب. ادعوا ربنا كتير بكل حاجة نفسكم فيها. الصحابة كانوا بيستنوا اخر 10 ايام دول، وبيحوشوا الدعاء عشان يدعوا في اخر 10 ايام من رمضان دول، عشان ليلة القدر طبعا وفضلها وبركتها. زي ما انتم شايفين كده زودت حبة مية صغيرين عشان البطاطس تستوي، وهحط لها معلقة من السمنة على الوش، وهدخلها الفرن على طول. وبكده الصينية بتاعت البطاطس بتاعتي جاهزة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه دعوة لا ترد، والنهاردة كمان احنا صايمين، والصائم دعوة لا ترد. حاولوا بقى تدعوا النهاردة كتير جدا، وتستغفروا كتير، وتصلوا على الرسول كتير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بقى نحضر صينية الرز المعمر. بصوا هنعاير اللبن بتاعي كده زي ما انتوا شايفين بالعلبة كده، بأي علبة عندك او بأي طبق ماشي. هحط ايه بقى؟ ادي اول علبة من اللبن، وادي تاني علبة من اللبن، لبن بالشرب. دي مرقة بتاعت فراخ عندي او مرقة لحمة، اي مرقة عندك هتقدري تعمل لكل كوباية من الرز كوباية ونص من المرقة او اللبن او اي حاجة انت هتستخدميها. انا حاطه معيار ونص من الرز، حطيت 3 الا ربع من المرقه واللبن. هعمل ايه بقى؟ هحطهم يسخنوا كويس جدا، وهنزل بالرز في الصينيه بتاعتي. هجيب كده رز مغسول، وهجيب الصينيه او البرام اللي انا هعمل فيه الطاجن بتاع الرز المعمر بتاعي. هحط الرز كده، وهحط عليه ايه؟ هحط معاه ملح وفلفل اسمر وجوز الطيب. ممكن احطهم في المرقه، وممكن احطهم على الرز وادعك بيهم الرز زي ما انتم شايفين كده. تمام. هقلبهم كويس بقى كده. الرز بالملح والفلفل الاسمر اللي انا حطيته، بحط عيار الملح والفلفل الطبيعي بتاع الرز العادي اللي انا متعوده ان انا بعمله على طول. هقلبهم كويس لحد ما اللبن اللي معايا يغلي. زي ما قلت لكم لبن او لبن بالمرقه، سواء مرقه لحمه او مرقه فراخ او اي حاجه انت حباها. وهبدا اسوي بقى صينيه الرز بتاعتي كده، وهستنى لحد ما الرز اللبن يغلي، وهجيب اللبن انزل بيه على الرز. النور قطع بس موقفناش تصوير، هكمل تصوير وهكمل الاكله بتاعتي والوصفه بتاعتي معاكم.
زي ما انتوا شايفين كده اللبن غلي وبقى مظبوط تمام. هنزل بيه بقى على الرز اللي معايا. طبعا انا معايا كميه مظبوطه زي ما قلت لكم، كل كوبايه رز عليها كوبايه ونص من اللبن او المرقه، او اللبن والمرقه مع بعض. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبها تقليبه سريعه، وهدخل الصينيه دي الفرن. الفرن مشغله، ممكن اغطيه كده، بس انا مش بغطيه عشان ياخد لون حلو على الوش. هحط الصينيه في نص الفرن ومشغله الشوايه والفرن مع بعض. هجيب بقى معلقتين او 3 من القشطه، وهحط عليهم معلقتين من السمنه ومعلقه من الزيت، وهقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بيهم على وش الرز. لما وش الرز يتحمر هسيب الرز في الفرن لحد ما يتشرب بالمرقه اللي فيه، والوش بتاعه ياخد لون ذهبي كده حلو. وبعد كده هطلعه واقول لكم هنعمل فيه ايه بعد الخطوه دي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كده الصينيه بتاعتي خلاص على تسويه. اول ما الوش يحمر يبقى دهبي زي ما انتم شايفين كده، هطلعها وهبدا بقى ايه اديها كده فتحات تهويه كده من الجناب كده زي ما انتم شايفين. ومن نص الصينيه بتاعت الرز كمان هعمل فيها فتحات كده خفيفه. وهبدا انزل بقى بايه بالسمنه والقشطه والزيت اللي انا محضرهم مع بعض. هدهنهم كده على وش الصينيه، وهنزل بيهم في الجناب وفي كل حته، وارجع ادخل الصينيه الفرن تاني تكمل التحمير بتاعها. بصوا هفرد كده بقى القشطه بالسمنه والزيت على وش الصينيه وفي الجناب بتاعتها كده. دي كده صينية رز معمر أصلي فلاحي، طعمها زي العسل، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. ممكن تحطي فيها فراخ او تحطي فيها لحمه، او تعمليها زي ما انا عاملاها كده بالمرقه، بس انا عاملاها بالمرقه والشوربه، ما حطيتش فيها حاجه. طعمها زي العسل بجد، حاجه كده مش محتاجه وصف ومش محتاجه كلام، سهله وسريعه وطعمها زي العسل زيكم كده بالظبط. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كده بقى الصينيه جاهزه ان انا ادخلها الفرن تاخد وش تحمير تاني، وبكده هي جاهزه وزي الفل. بصوا بقى التحميره بتاعتها عامله ازاي، والبطاطس مستويه ازاي، والفراخ كمان مستويه، وحاجه كده الريحه والطعم حاجه فوق الوصف، حاجه زي العسل بجد، طعمها زي العسل. والفراخ مستويه خالص زي ما انتم شايفين كده، ومتحمره اخده لون زي العسل. بكده الوصفه بتاعتنا النهارده خلصت. ما تنسونيش من صالح دعائكم كده، وربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويتم علينا رمضان بالخير يا رب، والبركة والرزق والفرج. وما تنسوش النهاردة الصلاة على الرسول والدعاء لموتانا والمرضانا، وإن ربنا يكرمنا ويرضينا كلنا ويبلغنا ليلة القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.